كل سنة وانتوا طيبين، كل سنة وانتوا سالمين، ورمضان كريم علينا وعلى الأمة الإسلامية كلها. بكرة أول يوم سحور، عشان كده عملت لكم فول مدمس في البيت، وكمان هنعمله في الحلة من غير قدرة، وطلع يا جماعة زبدة زبدة زي ما انتوا شايفين كده. أنا جبت نص كيلو فول، غسلته كويس قوي ونقعته في مية مغلية لمدة نص ساعة، وبعد نص ساعة بغير المية عليه وبنقعه في مية مغلية تاني لمدة نص ساعة تانية. حطيت الفول في الحلة وحطيت عليه نص ليمون عشان اللون ما يسودش، ونص معلقه كركم صغيره، ونص معلقه بابريكا، ونقلبه كويس. وتحطي عليه العدس الاصفر، قلبيه، زودي عليه الميه، هتحطيه على النار يفضل يغلي براحته خالص لمده ساعه على نار عاليه جدا. بعد ما يغلي هتوطي عليه النار وتحطي شياطه وتسيبيه لمده 5 ساعات يغلي على نار هاديه جدا. وكل نص ساعه تفتحي عليه تزودي عليه الميه وتقفلي عليه الغطا تاني لحد ما يستوي على الاخر. ايه رايكم في الطعم ده بقى؟ حلوه حلاوه. باي باي، مستنياكم الريسيبي الجايه، وكل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم.